السلام عليكم يا أصدقائي الرائعين. أعلم أنني غبت عنكم طويلا ولم أقدم لكم قصصا جديدة كما كنا نفعل سابقا، ولهذا أقدم لكم اعتذاري الكبير من كل قلبي، فأنتم أحبتي وفي قلبي دائما. واليوم أرجع إليكم في مناسبة عزيزة على كل المسلمين لأقدم لكم قصة عيد الأضحى وأبارك لكم هذا العيد المبارك. عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. جاء العيد، جاء النور، يملأ قلبي بالسرور، ضحكات وأضحية وحنان الأهل يدور. عيد الأضحى يا عيد، أنت الفرحة. قصة عيد الأضحى. في قديم الزمان كان هناك نبي عظيم يسمى إبراهيم عليه السلام، وكان يطيع الله في كل شيء. رزقه الله بولد صالح وهو إسماعيل عليه السلام. في ليلة رأى إبراهيم في المنام أن الله يأمره أن يقدم ابنه قربانا، ولأنه نبي مطيع ذهب إلى ابنه وقال له: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال إسماعيل بثقة وإيمان: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعندما أراد إبراهيم أن يضحي بابنه أرسل الله ملاكا وقال له: قد صدقت الرؤيا، وأعطاه كبشا ليذبحه بدلا عن ابنه. ومنذ ذلك اليوم ونحن نذبح في عيد الأضحى قربانا، ونقسم لحمه مع الفقراء والأهل والأصدقاء، ونحتفل بهذه الذكرى الجميلة. الخير وفيك البسمة يا عيد القربى يا عيد، عيد الأضحى فيك نعيش، فرحة دين لها نعيش، نهدي الحب وننشر. ما هو فضل العيد؟ فضل العيد هو أن نقدم فيه الأضحية قربة إلى الله، نظهر الرحمة والتكافل، نحيي سنة نبينا ونبتسم جميعا. أتمنى لكم عيدا جميلا، وأن تكونوا مع العائلة وفي قلوبكم الفرح والرحمة. وانتظروني قريبا في قصص أخرى جديدة وممتعة. عيد مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. جاء العيد، جاء النور، يملأ قلبي بالسرور، ضحكات وأضحية وحنان الأهل يدور. عيد الأضحى يا عيد، أنت الفرحة من جديد، فيك الخير وفيك البسمة، يا عيد القربى يا عيد. نلبس أحلى الثياب ونزور الخال والأحباب، نقسم لحم الأضحية ونرسم بسمة في كل باب. عيد الأضحى يا عيد، أنت الفرحة من جديد، فيك الخير وفيك البسمة، يا عيد القربى يا عيد. نذكر إبراهيم الطاهر وإسماعيل القلب الصابر، طاعة رب حب عظيم.
العظيم قصة إيمان مستقيم. عيد الأضحى يا عيد، أنت الفرحة من جديد، فيك الخير وفيك البسمة، يا عيد القربى يا عيد. عيد الأضحى فيك نعيش، فرحة دين لها نعيش، نهدي الحب وننشر نور، يا عيد الخير